بسم الله. مرض الوسواس القهري تقريبا كل الناس سمعت عنه، بس ما زال في لبس في المرض ده عند ناس كتير قوي من أصحاب المرض نفسه، والأهم كمان ممن حولهم. عايز أقول كلمتين عنه من أشهر الأسئلة اللي بنتسألها، ألا وهي أولا أنواعه. أشهر حاجة فيه الناس بتتصور ساعة الوسواس القهري ده يعني واحد بيهتم بالنظافة وبس. حقيقة الأمر إن النظافة والاهتمام بالنظافة سواء الشخصية أو نظافة المكان اللي حواليا، كذلك النظام إن الحاجات تبقى متنظمة. الناس لما بتعلى في درجات الوسواس قوي بيقضوا تقريبا معظم وقتهم، يعني 80% 90% من وقتهم بينظفوا بينظموا بيحسوكوا. حد بيقعد يتوضى فترات كتيرة جدا، يقعد في الحمام 3 4 ساعات، أو في الصلاة يفضل يصلي ساعتين 3 الفرض، فعلى بال ما يخلص الفرض ده يكون الفرض اللي بعده دخل. والحقيقة ان الأقوى واللي أصبح دلوقتي مشهور وبنشوفه كتير، الناس اللي بتيجي تبكي بدل الدموع دم، لأن عندها أفكار تجاه الذات الإلهية لا تصح ولا تليق. منها والعياذ بالله السب، سب الذات الإلهية. والحقيقة إن الناس بتقعد تشكك في نفسها، يقول لي هو أنا كفرت؟ ومعظم اللي بيجوا طبعا بيبقوا ملتزمين بطبيعة الحال، علشان كده هو داخل في صراع مع نفسه. فبنقول لهم يا اولاد الحلال، هو انت يعني مستمتع بالفكره؟ بيقول لي لا طبعا، ده انا عايز انتحر. ليه يا حبيبي عايز تنتحر؟ من كتر ما انا مش قادر استحمل فكره ان انا بقول كلام زي ده على الله سبحانه وتعالى. سؤال تاني مهم قوي عايز اشاور عليه، هو احنا بنقدر نسيطر على الوسواس القهري ولا لا؟ وكتير من اهالي المرضى اللي ما عندهمش يعني العلم يجوا على اولادهم او اهلهم، يا حبيبي بس قرب من ربنا شويه. يا سيدي ما انا مقرب بس ما فيش فايده، لان الوسواس القهري عباره عن فكره غصب عني بتفرض نفسها عليا، والفكره دي مش بتاعتي وما اعرفش جايه لي منين. وساعات ناس توسوس كمان لدرجه انهم يفتكروا ان هم اللي جايبين الفكره مع انهم رافضينها. مرض مزعج جدا جدا وليه درجات عديده. قصه السيطره الاراديه على المرض، يعني الواحد يقدر يتحكم في نفسه، ممكن تبقى موجوده في دخله المرض والاعراض بسيطه، او بنشوفها احنا كاطباء لما المريض يبتدي علاج وهو بيخف. فلو قلنا مجازا كده ان العرض الواحد للوسواس من 1 ل10، من 1 ل5، لعل المريض بيقدر شويه بارادته يسيطر على الفكره. يسيطر على الفكره يعني ايه؟ الفكره الوسواسيه بتبقى عامله زي المغناطيس. المغناطيس ده بيشد الانتباه. لو انا الاراده بتاعتي شغاله بقدر اخد الانتباه بتاعي تاني من الفكره المرضيه، واروح اعمل حاجه تانية عاديه في حياتي، اشتغل ولا اتفسح ولا اكل ولا استحمى عادي ولا اقعد مع اصحابي الى اخره. انما لو الفكره قوتها والعرض قوته زاد عن 5، الاراده البني ادم بيفقد السيطره عليها خالص. في الحاله دي لا محال من ان المريض يبتدي علاج دوائي بتاع الوسواس القهري، وربنا سبحانه وتعالى يجيب الشفاء. مشكلة تانية شهيرة جدا عند أمراض الوسواس القهري، إنهم ساعات لما يبتدوا علاج أو نكتب لهم علاج قبل ما يبتدوه، يبتدوا يوسوسوا على العلاج نفسه. يبقى هو في عز الهانديكاب، الشلل الحركي الاجتماعي أو الوظيفي إلى آخره، بتقول له يا سيدي اتفضل العلاج ناخد بالسبب وربنا يجيب الشفاء. يقول لك لا بس أصل العلاج هيعمل لي كذا. وساعات ناس تانية لما تبتدي علاج الوسواس يبتدي يخف، يا إما بيتعنطروا كده ويروحوا مبطلينه فالاعراض بترجع تاني تعلى، او انهم بيبتدوا يركزوا في الاثار السلبيه والجانبيه بتاعه العلاج. حقيقه الامر ان الطب معني بالتعامل مع الامراض والاعراض المرضيه. طيب هل في علاج في الدنيا ملوش اثار جانبيه؟ ساعات يعني تندرا كده نقول هو لو الواحد كل 30 حته لحمه في الوجبه ولا 6 اطباق رز، فدي ملهاش اثار جانبيه. اي حاجه بتزيد عن حدها ليها اثار جانبيه. ومن الادويه اللي احنا بنكتبها، الاف دي اي او المنظمه العالميه المعنيه بالابروفل بانهم يثبتوا ان الدواء ده صالح، بيخلونا نكتب ادويه بجرعات معينه، بيقولوا دي الجرعات الامنه للجسم فتره معينه وتركيبات معينه، او الدواء ده لازم يتاخد لوحده. الحته دي بقى اشير اليها علشان برضو الناس اللي بيتعنطروا وياخدوا ادويه من دماغهم ما يصحش ابدا، لانهم ممكن يدخلوا نفسهم في مشاكل كبيره ما يعرفوش يخرجوا منها. من الأسئلة أيضا الشهيرة جدا جدا المتعلقة بالوسواس، هو أنا هفضل أخد الدواء طول عمري؟ حقيقة الأمر إنه زي أي مرض تاني، لو هو مزمن بيبقى فيه مادة ناقصة في الجسم مثلا وبعوضها من بره، أو باخد مادة من بره تانية
بتنشط المركز اللي بيفرز الماده دي، فبفضل عايش حياه طبيعيه كده. يبقى لازم اخد العلاج طول عمري، زي امراض شهيره جدا منها الضغط والسكر مثلا. معظم الناس بيبتدوا العلاجات بتاعتها وما يبطلوهاش، لو بطلوها يتعبوا، لو خدوها الدنيا استقرت واستقام حالهم وصحتهم بقت تمام. والنوع الثاني انه ساعات بيجي بعض الاعراض مخففه وبتكون ما بقالهاش كتير قوي، وبندي علاج لفتره مؤقته وبعدين نوقف الدواء وربنا يجيب الشفاء وما بيحتاجوش دواء تاني. بعض هؤلاء الاشخاص ينتكسوا مع الوقت. والانتكاسات في الطب النفسي، وهنبقى نتكلم عليها بالتفصيل ان شاء الله في اوقات تانية، ليها علاقه بنسميها احنا سيزوناليتي اند بيريوديسيتي، يعني الموسميه والتكرار، يعني تلف وتيجي تاني. هل في مسؤوليه للاهل عن ذويهم أصحاب المرض الوسواس القهري؟ طبعا في مسؤولية كبيرة جدا جدا. زي ما قلنا الوسواس القهري المريض في معظم الأحيان بيرفض الدواء والعلاج، فاحنا دايما بننصح الأهل إن هم يتابعوا مع المريض الدواء. وكمان الدرجات الشديدة جدا 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 من الوسواس القهري في بعض الحالات بنحتاج نحجزهم في مستشفيات، لأن حجم المرض نفسه بيأذيه أذى عضوي جم. يعني مثلا أشباه الأمراض بتاعة الشهية، الأكل، اللي هم يمنعوا الأكل خالص لأن عندهم وسواس بأن لما بيبصوا في المراية هم تخان، لحد ما يوصلوا لوزن 30 كيلو مثلا. بيبقى عندهم اضطراب جسيم في المعادن في الجسم وحاجات تانية كتيرة قوي. طبعا البنات ينقطع عنهم الطمس وبيحصل اضطراب هرموني فظيع. ما بيبقاش قدامنا الا ان احنا نديهم علاجات مكثفه داخل المستشفى علشان يبقوا تحت الملاحظه. ده في حال لو اتلحقوا قبل ما يحصل لهم اضطراب عضوي، لان لما بيحصل اضطراب عضوي بسبب الوسواس بسبب قله الاكل والشرب بيدخلوا الاول الرعايه والعنايه المركزه في مستشفيات تانية، لحد مستشفيات عامه، لحد ما يعملوا ريبالانسنج او اعاده استقرار المواد اللي فقدوها من جسمهم، وبعدين بيتحولوا الى مستشفيات امراض نفسيه. اذا مهم قوي للاهل انهم ينتبهوا للمرض وما يحملوش المريض فوق طاقته، لان المريض صاحب الوسواس لما حضرتك بتحمله مسؤوليه مرضه وان هو بارادته لازم يسيطر عليه وهو مش قادر، احنا كده بنزود عنده الصراع اللي بيزود اعراض المرض. فانا قلبي على ابني ولا اخويا ولا اختي ولا جوزي ولا مراتي ولا وفي نفس الوقت انا باذيه بسبب قلة العلم. لعل ان المريض الوسواس القهري ربنا اكرمنا على الارض في الزمن ده ان ليه علاج باذن الله الرحمن شافي. كلما ابتدينا فيه العلاج بدري كلما النتائج بتبقى افضل على مستوى سرعة التحسن وعلى مستوى السيطرة الكاملة على الأعراض. وأضعف الإيمان بدل الحجم بتاع المرض ما هو عامل شلل تام لحياة البني آدم، بيعمل تحسن شويه الادويه وبتخلي البني ادم يعرف ياخد ويدي مع الدنيا، لدرجه ان اللي عندهم وسواس من هم صغيرين بس الوسواس بسيط وزاد عندهم في سن ال30 او ال40 سنه ما بقوش قادرين يعيشوا، لما بيبتدوا علاج بيقولوا لنا ياه ده انا حتى قبل ما احس بالاعراض الكبيره دي ده انا ما كنتش عايش برضو كويس. كتر خير الدواء اللي ربنا جعله سبب، والحمد لله. ربنا يشفي الجميع ويسترها علينا وعليكم. شكرا جزيلا. سلام عليكم.